السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان. تحية لخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. تنتمنى الشعب اللي منضامن مع دنيا باطمة يعطينا لايك، واللي عزيز عليه سعد الشرف يعطينا لايك، واللي عزيز عليه شوف تيفي يعطينا لايك، وكذلك رضا وتشينوي يعطينا لايك. اليوم اخوتي العزاز كصفتي مغربي، وحنا مغاربة معروفين بالإنسانية، والإنسانية فوق كل شيء. أنا تنضامن مع اختي دنيا باطمة بقلبي وبروحي وبكل شيء، وغادي نوصل الرسالة ديالي خويا شحتان شوف تيفي انسان طيب، وكذلك خويا رضا، وكذلك سيد الشرف، اللي هادو كلهم تنموت عليهم وتنحبهم، واللي قاسهم بحال اللي قاسني انا. اخواتي المتابعين المتابعات، كلشي شاف اللايف ديال دنيا باطمة البارح اللي هي بكات المغاربه صحيح، وبزاف الناس ما تيحسوش بهاد السيده هادي. صعيب باش يتنمر عليك واحد 4 سنين، صعيب واحد الراجل اللي هو راجلها السابق اللي رقاتو 0 درهم وكذاب، وانه مجوجته 0 درهم وعاوناتو وقفات معاه، وفي الاخير يطلع ويتشفى فيها، ما راه على البنيتاتو وما راه على الطعام لا حتى شي حاجه. كل ما قلتي في دنيا باطمة فهو مجرد كذوب. اخواتي المغاربه، فدنيا البارح وصلت الرساله ديالها للاب الروحي ديالها، هو سيدنا وهذا حقها، وملك البلاد ربنا كاملين، وبالدليل هو الوالي الامر ديالنا. كنا تنموتو عليه، كنا تنحبوه ونهديو روحنا عليه. الخوت العزاز اللي كان تيقول لك بانه الدنيا فهي من حساب حمزه مون بيبي، وانه الذي نهضروا على واحد السيد اللي غادي تشوفوه في هذه الصوره. هذا خوتي هذا السيد هذا اللي تنوصلوا الرساله ديالنا للسيد داكي، اللي تنمر عليك انت السيد داكي رئيس النيابه العامه المحترم، تنفتخر بك، وتنمر على السي عبد النبوي اللي هو خونا الكبير الله يعمرها دار، وتنمر على السي الحموشي من اطيب خلق الله، والسيد خيزي، وماشي غير المسؤولين، حتى ملك البلاد تنمر عليه. هذا السيد هذا تشوف، هذا السيد تيقول لك هو فوق القانون، هو تيعطي الاحكام، يدخل اللي يدخل ويبغي اللي يبغى، ولا حاسب ولا رقيب. هاد السيدة السي عبد النبوي او السي داكي المحترم 4 سنين هو تيتنمر على دنيا باطمة مسكينة، 4 سنين هو تيضرب لها في الشرف ديالها، 4 سنين هو تيتهمها بزانية، 4 سنين هو حط عليه لاسانس اللي رابح عليكم حتى نتوما اكثر ب 700 مليون ولا 800 مليون اللي رابح. خليو القناه اللي مشات الاخرى، تنهضر لكم حتى على دي جديده. سيد داكي المحترم، النيابه العامه اللي تترأسها انت تتابع ناس باهانه منظمه، اهانه ملك، اهانه وكيل، اهانه قاضي، اهانه شرطي، اهانه هذا، ودوزوا الحبس ناس، وحد الان ناس الحبس على هذا الشيء هذا. ولكن هذا السيد هذا ماشي ها القضاء، قال لك القضاء المغربي تعطي الاحكام فوق النساء، واللي تيقول عاش الملك فهو حمار، وما خلى ما قال على المؤسسات وحتى نساء العسكر. دنيا باطمة راه ماشي تيبقى فيها الحال انه عام، راه الحبس ليس هو نهاية الحياة، او الزروالي تا هو منين هضر هذيك النهاريات، او اخ المهداوي، او بزاف د الناس اللي تيهضروا على هذا السيد هذا. حنا بغينا الا تتعاقبونا فالقانون بنا، والقضاء فوق رؤوسنا، ولا كلمه فوق القضاء المغربي. ولكن هي واش نتوما تديروا وجهيات؟ الا كان هاد عصابه حمزه موبيبي ديتوهم ب2 عام الحبس فشدوا العقوبه ديالهم، وكلهم تحسنوا الوضعيه ديالهم ورجعوا الله يسهل عليهم. ولكن هاد السيد هذا
نرجع بعد واحد شويه. الا كانت عصابه حمزه بوبي تتشهر بالناس والسب والشتم والضرب في اعراض الناس وتحت تصاور، فهاد المسمى تحفه محمد فات عصابه حمزه مومبيبي. يقول اي وكيل عام او وكيل ملك انه بغى يحرك شي شكايه في حقه غادي يسب لمو الوالدين، وتيقول لكم بانه اي واحد اي محامي يسب لمو الوالدين، وتيقول محربش شي واحد يحرك شكايه. هادشي ماشي تنقولو انا باللسان ديالي، با هو تنقولو بانه موثوق في مواقع الاجتماعيه، ولا درتو غير فضائح تحفه يطلع لكم. هنا تيبقى فينا الحال حنا كمغاربه، ماشي غير يوسف زروالي ودنيا باطمه ولا شوف تيفي، ولا شوف تيفي براسها تتحكم عليها بمبالغ كل ساعه تخلص فلوس. دري رضا الشينوا تا هو دوز الحبس باهانه وكيل ولا دفعوه ولا شنو دار. تيبقى فينا الحال حنا مغاربه كاملين. من يحمي هذا الرجل؟ انا دوزت 7 شهور الحبس غير هضرت وجبتوا لي تا سير 7 شهور، وسالت 7 شهور وبقيتو شادينها وعاوتاني جبتو قلتي له سير عندك عام، وما يوقفش قدامي على النضال اللي درت انا في حق هذا الوطن الجميل والمؤامرات اللي دارت عليه حيت نهز الرايه المغربيه. وكما قالت اخت دنيا باطمه، او والله وهزيتي الرايه المغربيه وانك قلتي الصحراء المغربيه صوت مرتفع يديروا عليك مؤامره. وليس دنيا باطمه او يوسف الزروالي، كذلك سعد المجرد وعديد الفنانه الكبار. وهذا الشيء راه تيتناقش في الخاص، وتيجيو اوديويات يا ولد العياشيه يا ولد العباده يا ولد الفعله يا ولد التركه. حنا بغينا كمغاربه هاد الاخت دنيا باطمه ماشي هي فوق القانون، ولكن انا تنشوف انه يا ريت تكون دوزات عام الحبس وترتاح مسكينه، يا ريت كون دوزات السنه وتقول لكم اعطوني الثقه خليوني نخدم على بناتي وعلى والديا. ما تقيلوهاش راه فوت السجن ودي تنمر عليها. شكون اللي يقدر يوقف هاد التحفه من غير الزروالي؟ من فيكم قدر يقول الله من هذا منكر على هاد السيده هادي تتنمر عليها يوميا؟ لا احد، الا القليل اللي عنده واحد. كاين واحد القنوات اللي ما بغيتش نقول شي اسم وننسى شي اسم اخر، اما المخير هو تيتنمر على هاد السيده وتيقول لها انت حامله بالزينه وتعطيوه السوبر شات. من هما عصابه حمزه مومبيبي؟ نتوما عصابه حمزه مومبيبي هو محمد تحفه. اذا ملي تشوف انت او دنيا او فلان محكوم واحد ما قلتي والو غير كلمه ودوزت عليه حبس وعاود، او دنيا باطمه غير حاجه بسيطه وتمشي واحد تيدير شي حوايج كثيره وانه باقي تيطلع وتيهضر وتيقول لك ويلي شي واحد يحرك شي كايه في حقي. اذا من يحمي هذا الرجل؟ خرجوا لنا بواحد البلاغ قلنا هذا السيد راه فوق القانون نعطيوه البيعه والطاعه. حنا تنبيعوا لسيدنا الله ينصرو ونبيعوا حتى لهذا السيد هذا، لانه ملي تيخرجوا يقول المحامي غنشدك غادي نديك، ويقول لك نساء العسكر عاهرات، ويقول لك قضاء المغرب تعطي الاحكام فوق النساء، ومؤخرا انه خرج تيقول لك بانه القضاء تقنيطره كاين واحد الفيلا تيسكروا فيها وتيفسدوا فيها وجميع القضاة دازوا في هذيك الفيلا، وهو غير سيناريو مركبوا مع واحد السيده ونضنا احنا بينا بانك سينا صاحبه قناه، وهو تيقول لها سي سميتك وديجا عنده علاقه معها، ومن يفضحنا قال لهم اسمحوا لي اخوتي راه ما كنتش عرفتها صاحب قناه وغير تكذب، كان باغي يزيد يدير سلسلات. ياك تتقولوا من اللي تيقولوا انه حسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه بانا تيقول له لا شتي صديقك مع عدوك فجوجهم اعداء. خرج مسمى حجيب بتسجيل صوتي تحفه انه يتآمر على سيدنا وعلى الدوله وعلى السي حموشي وعلى السي دخيسي وعلى المغربيات وعلى المغاربه، ولا حاسب ولا رقيب. الى غادي يتحاسب هو هذا السيد هو الاول. الا تحاسب هذا السيد هو الاول من افضل. هل دنيا باطمه المسمى تحفه؟ دنيا باطمه انه تدخل فلوس المغرب
انه هزت الرايه المغربيه، انه غنات، انه غنت اغاني على الملك البلاد وبنت البلاد، وعندها تاريخ في الفن، وعائلتها عطاو كثير للفن. بغينا نكونوا سوا امام القانون، ونكونوا مغاربه يطبق علينا القانون كاملين، والقضاء بانا. اذا السي تحفه، بغيت نسولك واحد السؤال، شنو تقول القاطع ديالك، القاطع ولاد الكلاب وبنت الكلبات اللي متبعينك؟ علاش نقولوا ولاد الكلاب؟ لانه حاشا ولله باش يكونوا ولاد امراه مغربيه او ولاد رجل مغربي، حيت حنا مغاربه ندابزوا بعضياتنا، ولكن القلب حنين. حنا مغاربه ماشي حقودين. شي شوف تيفي شحال من خاص مع دنيا باطمه، اقسم بالله لا اطيب خلق الله، وانا عندي احساس انه غادي تصالحوا. سعيده شرف من اطيب خلق الله واحبها في الله. رضا والتشينويه نتوما عارفين هذاك السيد يربوها لي ودباب الله والقلب الحنين، ماشي غدار ماشي منافق. يا ريت هاد الخوت يتصالحوا، وغادي تكون فرحه كبيره لينا حنا. شوف تيفي السي حتان دنيا باطمه ما تديش عليها، حسبها اختك. انت كبير، انت كبير، والاسم ديالك معروف داخل المغرب وخارج المغرب، وانسان الشيء حتى تعرفوا عليك انسان متسامح وصحافي بامتياز، ودوزتي الحبس وتكرفستي وتقاتلتي وطحتي باش وصلتي هذا المستوى، وحنا تنشجعوك. ما نساوش الخير ديال شوف تيفي اللي دارت في الناس، نقدات عديد ديال الناس، شرات ديور الناس، وصلت صوت. تعرف بكم شوف تيفي منبر شخصيه قويه، صوته معروف. واللي تيعجبني في شوف تيفي وانه الناس اللي معاه، وانه تيجي يصور معاك وما تيشدش منك فلوس. تتقول له تيقول لك اسمح لي دري الشيء حتى ما تيبغيش. هنا تتعرف بانه كاين نظام في هاد شوف تيفي. اقسم بالله انا ما تنصبغ حتى شي واحد. انا بغيت خويا شحتان وفاطمه زهراء وحميد عقاوي وخو يتصالحوا مع دنيا باطمه. راه اختك والله تا اختك، اللي يغلب يعف. الله يرحم لكم الوالدين، اللي يغلب يعف. وربي تيحب المتسامح وتيحب الكريم وتيحب العفو. وربي كبير على وجهك جوج بنيتات تكرفصات تعانات مسكينه في حياتها، الله يسر سعيده شرف. انت مغربيه ووطنيه وهزيتي الرايه، ودنيا باطمه طياره مغربيه وهزات الرايه. نتوما راه بجوج راه كوبل زوين، راه صوتكم يقدر يوصل للعالميه. رضا بلا ما نقول لك، انت راك عارف صاحبي وتهضر انا وياك في الخاص، انت قلب طيب. دنيا تنتمنى انك تسمحي للرضا وتسمحي لهذا وتبدا حياه جديده، وحنا راني حنا معاك. شوف والله العظيم تقولك الزروالي ما تبكيش، ولكن راه ما تنقدرش، والله ما تنقدر بالله. ما تنقدرش شي واحد مسكين نشوفه مدمر، هو تتبين لكم هي مسكينه راه واعره، ولكن داخل مدمره. تنبغي نكون قوي في الفيديوهات، ولكن العاطفه ديالي والمحنه ديال قلبي ما تخلينيش تنبين انني تنبكي، ولا انه بقات فيا. ما كذبش عليك. وشكون اللي خلاني انني نزيد نتعاطف مع دنيا؟ هو ديك الكلب ديال راجلها السابق، خرج تيسبها، سافري عليها مؤامره. ما تنساش الفضل اللي بينك وبينها والموده اللي بينك وبينها، وليدات. واخا تكون هي كاع غلطات، ما خصكش تشفى فيها بالسجن وتقول ندير لك ولادك وندير لك ونفعل لك. اذا تبغي تخرج مسكينه مشكل تيجيها مشكل. ولكن انا تنقول الدنيا راه صحيح درتي اخطاء، الاخطاء اللي درتيها الدنيا باطمه، وكنتي توري حوايجك وتتوري دارك وتتوري هذا تاثر. حنا راه شعب صعيب، حنا راه شعب الا زادت عليك الصبر ديالها ما يبغيكش. حنا شعب الا زادت عليك دار يقولك نصابه شفاره تسمع الحشيش. انا ماشي كلشي تيضحك لك الدنيا باطمه راه تيبغيك. ولا اله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين. الله يفرج عليك والله. يا ريت انه ملك البلاد الحبيب الغالي سيدنا الله ينصره. شوف حنايا ملي تنجبدو سيدنا حتى الجلسه لا كان تنقادوها. علاش؟ احترام. انا كنت ندير داير هكا، جبت سيدنا خصني نتقاد، لانه هذاك راه ملك، تنحبوه تنبغيوه تنحترموه تنقدروه. يا ريت الملك البلاد هو اعلى سلطه في القضاء،
انه يشوف من حاله. وحنا الشعب المغربي قابلين العفو ديالها، ولا غلطات مسامح كريم. لأن دنيا باطمة ليس مروجة المخدرات، ولا تهز الجناوة في الزنقة، ولا تدي ديال الناس، ولا عطات ميزانية وداتها. دنيا باطمة خانة التعبير ربما والشهرة. والله سبحانه قال: إن أموالكم وأولادكم فتنة. المال راه فتنة، ورفقاء السوء خلاوها طيح في هذا الفخ هذا. كيفاش واحد السيدة غادا للمحكمة، واحد تيبزق لها في وجهها، واحد تيضرب لها كرشة، والشماتة ديال راجلها ما قدرش يتحرك على مرته. حنا دائما، حنا مغاربة أرضنا طيبة. كيفاش يكون قلوبنا؟ حنا أرضنا طيبة، تتمشي المشية ديال الأرض طيبة. الماكلة ديال المغرب، الفواكه ديال المغرب والخضرة ديال المغرب ما كايناش في العالم باللذة ديالها. أرض طيبة. كيفاش نكونوا حنا قلوب ديالنا؟ إذا نكونوا حنا طيبين. حنا مغاربة دائما تسبقنا العاطفة ديالنا. نعم، العاطفة ديالنا تسبقنا. وأنا تعاطفت مع أختي دنيا باطمة لأنه عزات عليا بزاف. كنتمنى شوف تيفي عزيزة عليا بزاف. علاش؟ أي واحد تيكون تيعاون الناس أنا تنبغيه. شوف تيفي مؤخرا عطات 10 شقق، زدت حبيتها ونبقى ندافع عليهم. سعيدة شرف تلاقيتها شخصيا، أطيب خلق الله. رضا الشنوية صديق ديالي وتنفتخر به، واللي بغى يقول شي حاجة يقول. صديق ديالي وراجل ونص، والله ما حقار، والله تا ولد الناس. يا ربي يجمع شملهم ونفرحوا بالصلح ديالهم. واللي تيمد يدو الصلح تيكون حبيب الله. ما دايم في الدنيا غير وجه الله. وانت يا الحقار ديال تحفة، شتك ما بقيتش جبدني ولا زمتك؟ انا هو اللي غادي نربيك يا حقار النساء، يا الشماتة، يلي كذاب. يلا خرج دابا. القضاء المغربي النازه اعطى البراءة لاختي دنيا باطمة في حساب مون بيبي، وتتقول لهم هي صاحبة حمزة مومبي. وهذاك القاطع اللي عندك، هذاك اعداء الوطن، هذاك البوليزاريو، هذاك الحقودين، هذاك الشارفات العارفات، فين ما كان شي عوجه ولا مسخه ولا حقوده ولا مريضه تجي تكتبوا جرائد تيفجروا الحق ديالهم. ايوا دابا ضربوا في القضاء، قولوا علاش عطيتيها البراءه من كيسان حسام مومبي. باش قلت لكم هاد التحفه راه اكبر خائن للوطن. شكرا لكم. ديما شعارنا خالد هو الله الوطن الملك، والله ينصر سيدنا.